السلام عليكم. احنا النهارده بنرد على فيلم الماعز. مش طبعا انا انسان عادي، انا برد بناء على الطبقه اللي انا فيها او الناس الغلابه اللي زي حالاتي يعني. أنا مش عالم ولا حاجه، بس اللي انا عايز اقوله يا جماعه فيلم الماعز والسعوديه، الفيلم الهندي اللي اثار ضجه بوجود ازاي ان واحد هندي اتخطف يعني وراح اشتغل في السعوديه، وكان عبد يعني، وكان بيتهان، وكان بصوا لازم تبقوا انتوا الناس فاهمه حاجه. ما هو اللي انقذ ال الهندي في اخر الفيلم سعودي. يعني اقصد اقول ان في الحلو وفي الوحش. هي اي بلد في الدنيا ما فيها الحرامي وفيها رجل الاعمال وفيها العالم وفيها بيبيع مخدرات، فده شيء طبيعي يعني. فيلم زي ده ما يبعدناش عن اهدافنا يعني. اولا لازم الناس تبقى عارفه الهنود يا جدعان قتلوا مسلمين ياما في الاحداث الطائفيه في حاجه و80، قتلوا مسلمين ياما الهندوس. زائد ان كان مره حد بيستضيف رئيس الوزراء تقريبا الهندي من فتره، قال لهم لا المسلمين درجه عشرميه، يعني المسلمين ما يتعاملوش زي الهنود الطبيعيين اللي هم الهنود المسلمين، لا دول ما ياخدوش احسن وظائف ولا ياخدوا احسن حاجه ولا. فلازم تبقوا عارفين انتوا بتتكلموا بتخاطبوا مين، يعني بتخاطبوا مين. المساجد اللي اتهدمت في الهند ما هم اللي يعني شفتوا هم بيعملوا بلاوي، بس احنا للاسف ما بنعرفش نعمل حاجه زيهم ونجيب بلاويهم. ليه ما اعرفش. اما بالنسبه للسعوديه والله العظيم السعوديه دي فيها اطيب خلق الله وفيها احسن خلق الله وفيها ناس صعبه ووحشه ممكن، ليه لا. بس انا والله اتعاملت مع واحد سعودي والله العظيم، اتعاملت كان صديق اخويا، اقسم بالله ما ساب اخويا وفضل واقف جنبه ومدى لحد ما اخويا توفى. وكان راجل بمعنى الكلمه، وكان انسان يملك من الانسانيه والرحمه من عند الله سبحانه وتعالى غير طبيعيه. فما ينفعش نتكلم يعني، او مثلا نلاقي مثقف مصري شفته بقى واللي بيعملوا تركي الشيخ والافلام، يا جماعه صناع افلام. هو وبعدين معلش يعني ليه دايما احنا بنهاجم بعضينا؟ ليه دايما يعني يعني ما بيحلاش الهجوم الا احنا، الا نفس الدم العربي المسلم نهاجم بعضينا. ما امريكا ما عملت افلام عن المسلمين صورتهم وحشه، ودول كتير عملت افلام، واللي طلع واساء لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ليه كده ما يبقاش دمنا حامي عليهم زي ما انتوا دمكم حامي على بعض الحاجات الاعمال اللي بتحصل في السعوديه او الحاجات؟ لا، السعوديه كاي دوله، ده كفايه ان منها كاي ايه يا عم احمد، ده كفايه ان خرج منها اعظم خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كفايه ان فيها الكعبه، كفايه ان فيها مسجد النبي والله، وناس طيبين جدا، في ناس حلوه جدا. انا والله قابلت ناس في مقابلات، كنت بعمل مقابلات شغل وكان طريقتهم لطيفه وناس كويسه وناس محترمه. يبقى احنا ما ينفعش نهاجم وخلاص. دي مهم جدا يا جماعه، لازم احنا نقف جنب الناس، وكل الناس وخصوصا الناس اللي ليها صوت مسموع يتكلموا على الاحداث اللي بتحصل في الهند وازاي بيضطهدوا المسلمين. السعوديه دي دوله عظيمه وناسها عظام، بس احنا كويسين برضو معاهم يعني، ما نبقاش احنا بنسيء لبعض وفي الاخر بنقول ليه بنتعامل وحش يعني في بعض الاشياء. شكرا.